أنا أخلي الصليب، بس هذا كذابي، أنا صاير مؤمن شيعي. ليش؟ قال ببركة الحسين. قصة بغداد صارت. قلت شلون؟ قال أنا طبيب، نص الليل كم سنة قبل اجاني رسول من طرف الخليفة طرق الباب. قلت نعم. قال أدرك الآن عيسى بن موسى، كان من رجال البلاط العباسي لعنة الله عليهم، ظالم. قال الآن عيسى بن موسى في حالة شديد ألم في بطنه والخليفة دست عليك. يقول أنا قمت، جبرائيل المسيح الطبيب يقول اجيت شفت عيسى بن موسى طايح، وجهه صاير أصفر، والطشط اكو مليان بالدم وبيه قطع لحم. شنو الموضوع؟ قالوا شوفوا اول. اجيت شفت ميت، كان ميت هذا خلص رايح. شنو الموضوع؟ هذول ما يدرون، هم عبالهم انا مسيحي. قالوا اجا واحد من الشيعة جاب وياه شوية تربة الحسين، صار حكي سولف. قال الآن أنا كنت في مجلس عندنا مريض حالته مو زينة، أعطيته من تربة الحسين تربة الشفاء، شفاه الله ببركة الحسين. عيسى بن موسى العباسي ضحك، قال نعم الخرافات خلوها انتم الشيعة إلى متى؟ شنو تراب يصير زين؟ يعني تراب واحد ياكل يصير زين؟ هذا شو دواء هذا؟ قلت له ايه. قال عندك من ذاك التراب؟ الشيعي قال ايه عندي. قال اعطيني. اخذ التراب. الله يقول حول القرآن، يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، أما إذا غير المؤمن يأخذ القرآن ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إذا فرد واحد ظالم إذا صدق يقرأ قرآن جهنم يروح. قرآن للمؤمن شفاء، تربة الحسين للمؤمن شفاء. يقول هذا الملعون العباسي أخذ التربة وخلى التربة في أسافل أعضائه، أهان بتربة الحسين. بمجرد الآن هو ميت، ها القاعدين دا يسولفون البختشوع، قالوا له بمجرد ان استعمل تربة الحسين في اسافل اعضاء الصاح الطشت. يقول جابوا له الطشت، قعد بالطشت امعاء احشاء كبده كله طاح من دبره، نزلت كلها تقطعت والدماء. هاي نفس تربة الحسين. شو يسوي العدو؟ قالوا هذا الطشت اللي تشوف هذا امعاء واحشائه، وهذا